السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده يا جماعة واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده انا هعمل لكم حاجة حلوة خفيفة خالص واقتصادية زي احنا متعودين مع بعضينا، ويا رب تعجبكم. تابعوني كده نبدأ بسم الله. النهارده انا هعمل جلاش النهارده بالحلويات. اول ما هبدأ كده نبدأ بسم الله. انا كده هعمل السيرم الاول، الشربات بتاعي عبارة كده عن كوبايتين سكر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كوبايتين سكر زي الفل، عليهم برضه كوبايتين ميه. كده هنزل عليهم كده ورقه فانيليا، باكيت فانيليا كده. هنزل عليهم بعصره ليمون، وهقلب الكلام ده كله وهرفعه على النار ياخد غلوه بس بسيطه كده اهو، واطفي عليه. ماشي، عاوزه ما نعمل الجلاش مع بعضنا. بصوا حبايب قلبي، انا كده رفعت كده الشربات كده على البوتاجاز. ماشي، معايا صينيه، مش لازم تكون يعني ايه عريضه قوي، ممكن صينيه بسبوسه، صينيه الجلاش كده. بطين الصينيه سمنه كده مسيحاها. بص يا حبيب قلبي، انا هحشي الجلاش بايه؟ انا معايا كنافه كانت موجوده عندي اصلا، بقيت صينيه وانا حطاها في الفريزر. حط عليها زبيب وجوز الهند وزداني، واحط عليهم شويه سكر. بقلب الكلام ده كله مع بعضه. لسه هنعمل الجلاش ازاي. دي معايا لفه جلاش كده زي الفل، هاخد منها مثلا 3 طبقات بالمنظر ده. هحطها كده على قطاعه وابدا احشي الجلاش بتاعي بالمنظر ده. حاجات اقتصاديه وخفيفه ومش صعبه ومش مكلفه قوي، حاجه سهله اهي وبسيطه ومش مكلفه قوي، واحنا قاعدين كده في البيت مع بعض. زي ما انت عاوزه تعرضيها، عايزه تخليها رفيعه زي ما انت عاوزه بالمنظر ده كده. بصوا الجمال. بصوا، هقطعها بقى كده سمبوكسه بالشكل ده. زي ما انت عايزه تقطعي براحتك خالص، وابدا ارص في الصينيه بالمنظر ده كده. بالمنظر ده جنب بعضيه كده. بصوا الجمال. اعملي حاجتك بالراحه وما تستعجليش عليها عشان تبقى حلوه. نعمل كمان تاني واحده مع بعضينا. بسم الله. سموا الله كده يا جماعه واذكروا الله كده، وما تنسوش بقى تحطوا لايك كده وانتوا بتتفرجوا كده عليا، ودعوه حلوه كده من قلبكم ليا، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. بس واحده هي جميله تاني بلف كده اهو بالمنظر ده ازاي اهو. ما شاء الله. بصوا الجمال. حاجات بسيطه واقتصاديه مش مكلفه، عشان ما حدش يتضايق وهو بيتفرج ويقول حاجات غاليه عشان يعرف نعملها. لا، دي حاجات بسيطه خالص. ودي كنافه كانت موجوده عندي، وبعد كده قلت اعملها كده حلويات. بصوا كده. هكمل مع بعض بقيه الصينيه وارجع تاني اشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايب قلبي، اللهم بارك كده. دي مش لفه جلاش على فكره كامله، دي يمكن نصها كمان. بص هاتين بقى المنظر دوت كده. المنظر ده هدينه كله كده. حاجه خفيفه واحنا قاعدين، ومش مكلفه واقتصاديه وحاجه حلوه.
بس هحطها في الفرن واوريكم الشكل النهائي بتاعها ان شاء الله. هندخلها بقى كده على الفرن على طول. بصوا حبايب قلبي، دي كده انا طلعتها كده من الفرن، انا مش حرقاها. هما عندي هنا بيحبوا الحاجه متحمره شويه، عشان لما كده ما احط الشربات عليها هتبقى بيضه قوي. فلما احط عليها الشربات بسم الله الرحمن الرحيم بالمنظر ده، مش هتبقى بيضه بالمنظر اللي انا عاوزاه، هتبقى معقوله كده. بس ده الشربات كده اهوت عليها اهو بسم الله ما شاء الله كده. بص شكلها عامل ازاي ولونها ذهبي جميل ازاي. بصوا حاجه جميله كده بسم الله ما شاء الله. ده كان فيديو النهارده مطبخ ام محمد، وفيديو بسيط واقتصادي وخفيف، يا رب يعجبكم، وانتظروني فيديوهات جديده من مطبخ ام محمد. سلام.